هذا الدوار اللي جات تشوف الانشغالات نتاعنا. كما راكم تشوفوا هذا البلاد هذه كانت قاحلة جرداء. في سنة 2013 تحصلنا على رخصة لحفر بئر، وكما راكم تشوفوا رديناها جنة، راها جنة الله يبارك. راه فيها الزيتون، راه فيها أشجار مثمرة، راه فيها البعويد، راه فيها التفاح، راه فيها الخوخ، راه فيها التين، راه فيها كل خير. عندي 1300 شجرة، ولكن مؤخرا انقص منسوب المياه بسبب اكتظاظ الآبار. راها بزاف، هنا حوالي أكثر من 11 بئر، والشجرة هنايا راهي تموت لي بسبب نقص المياه. احتاج أن نسقو بها بصهريج سيترن. اليد العاملة حوالي 20 أو 30 خدام ينوكل فيهم الخبز، راهم ياكلوا معايا الخبز. ولي احنا نطلبوا منك تدير زيارة ميدانية، وإذا ما كتبش ربي تنقص لنا من هذا الرخص الآبار هذه. رانا نعانوا بزاف، ونعرفوك سيدي الوالي انت انسان خدام ومولى ميدان. نشكرك على كل حال. ربي سيد الوالي شوف فينا، حبس علينا، احنا ماش باغينك تحبس علينا هاد الناس كاع، حبس علينا هاد اللي هم قراب لنا، يعطونا المسافه ويحفروا الله يسهل عليهم، يعطونا المسافه تاعنا احنا القانون تاعنا ويحفروا الله يسهل عليهم. حفرينا في 2005 ودرنا له محضر معاينه في 2021 باه نزيدوا نحفروا فيه، لاخاطش نشف علينا. كنا دايرين 5 قطارات نتاع زيتون عليه، رانا ضروك النص وماناش لاحقينه في الزقو. عندي انقار تاع دجاج كنت نعمرها راني محبسه، الغلم راني بايع نصها سنه، ما عنديش ما قدرتش. دروك اللي نسقي لها كل يوم ب 50 ولا 100 الف ما نقدرش. معاوني غير نمري عبد الغني هو واخوه، راهم يعطوني سيتيرنا في النهار، فاني هو غير راني داير عليهم، فاني هما ما يقدروش. شغالة المواطنين الخاصة بحفر برخص حفر الآبار. دور البلدية هو بعد إيداع الفلاحين ملفاتهم على مستوى مديرية الموارد المائية والمصالح الفلاحية، يتم دراسة الملفات على مستوى الشباك الموحد الخاص بالملفات. إذا كان القبول أو الرفض أو التأجيل يتم التبليغ من طرف تبليغ البلدية من طرف الموارد المائية، ثم نحن نقوم بتبليغ الفلاح من أجل استكمال الملف، أو إذا كان القبول نبلغه من أجل التوجه إلى مديرية الموارد المائية من أجل الاستفادة من قرار الحفر ومحضر تنصيب الورشة. وبعد الموافقة على المصالح يتوجه إلى مقر البلدية، يتم الموافقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي على أساس الحفر هذا يتم في إقليم البلدية.